حلوين، ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة خلاص بقى الوقفة، فحابة اعمل معاكم كده ديكور يكون شكله مختلف ولذيذ للعيد. فاول حاجة دي اشكال كده، قصيتها خروف ولزقتها بس على شريط ستان، كتبت هابي عيد، وهبدأ ألزقها على الحيطة بالدبل فيس علشان ما يبوظش الحيطة عندي. خلاص انت ممكن توقفيها. لا، بس هحطها كده بقى على الحيطة. انا مش معلياها قوي عشان عايزة اعمل ديكور يعني يوصلوا كده مع بعض يعني. ولو طبعا عندنا اطفال او عندنا حاجة، حد صغنن يعني يعرف يقف يتصور، يبقى الشكل حلو. ده كده بعد ما علقت الحيطة وعملت بقى استندات بالونات. شايفين البالونات دي جميلة جدا، مكتوب عليها عيد مبارك. النجيلة كده في الارض دي كانت حتة عندي زيادة يعني عشان ادي روح كده يعني ارض. وهبدأ احط بقى الديكورات اللي عندي هنا بقرات كده كيوت. فهبدأ بس يعني انا هعمل ديكور بسيط. وهحط برضو بقرة كده تانية. بس يعني انا عايزة ادي شكل كيوت كده، ان يعني في روح بتاعت العيد الاضحى. وهنا في دي كعبة انا عاملاها، بصوا لو لقيتوا هتلاقوها كرتونة عادية، ومجرد بس لفيتها بفوم جليتر كده. ده كده الديكور بقى بعد ما عملته. بصوا حطيت بس الاطباق اللي عندي دي، طبعا ظهرت معايا في كذا فيديو قبل كده. حطيت فيهم شوكليت اللي بنحبها او اللي بتبقى موجودة دايما كده في الاعياد، بحس ان هي دي بتاعت العيد. وكان عندي بقى خرفان صغيرة. الصغيرين دول ميداليات على فكرة. انا بس شلت الحتة اللي فيهم يعني، وزوقت بيهم كده. وكروت العيدية رميتها على النجيل عشان تدي شكل حلو مع البالونات بقى والتعليقات اللي احنا عملناها. يلا ان شاء الله بقى كده الوقفة بالنسبة لي خلصت، ونتقابل ان شاء الله بقى في الصلاة واول يوم العيد بإذن الله. الأمان فينا يا ليلة العيد. اول حاجه بقى جيت عشان اعمل كده الغدا. يعني طبعا هنعمل فته، ده اول يوم. انا عندي هنا سمنه بلدي كنت انا مسيحاها، فهاخد بقى شويه حلوين كده عشان عايز طبعا شوربه تكون يعني طعمها مختلف. وهنزل فيهم كام فص مستكه بس يسيحوا عشان ابدا احط اللحمه. هبدا بقى احط اللحمه بتاعتي. اللحمه دي موزه وبالنخاع بتاعها، شايفين جواها عظمه كده والنخاع.
بس هحمرهم بقى من ناحيتين كده عشان الصوت بس، ونرجع بقى نحط البهارات بتاعه الشوربه. بعد ما اخدت بقى لون حلو كده هبدا انزل ببصلايه مقطعاها قربة، ورق لورا، وعندي هنا حبهان وفلفل اسمر وحبهان بودر كمان بحب احطه قوي مع الشوربه، بحس كانه بيدي طعم حلو يعني. شايفين اصلا اللحمه اخدت لون حلو جدا. بس هزود بقى ميه مغليه، اوعوا تحطوا ميه بارده، ميه مغليه، وهسيبها بقى لغايه ما تستوي. بصوا يا حلوين، هنا الشوربه خلاص استوت اللحمه، وبدأت هنا اعمل الرز. تعالوا هنا بقى هبدأ كده اولع النار. طبعا معلش البوتاجاز متبهدل خالص. هنا بس هسيب الطاسة كده تنشف، وهنبدأ نعمل بقى الصلصة والشوربة اللي بالخل والثوم للفتة. وهنا انا عندي بصوا ده رقاق، انا بس جبته من عند اي حد بيبيعه فريش، انا ما بحبش بصراحه المجمد، سوري، يعني لو طري يبقى مجمد، او لو حتى ده بيتباع كده في السوبر ماركت. لا انا جايباه طازه، ودهنته بس زبده بفرشه ودخلته الفرن. بصوا بيتحمص كده من ناحيتين، وبيبقى خطير جدا. ده اللي هعمل بيه الفته، انا بحبها برقاق مش بعيش. اوكي، فتعالوا بقى نعمل كده الثوم بتاعها والخل والحاجات دي. حطيت هنا معلقه كبيره سمنه بلدي، وهنزل بتوم انا فرماه على حسب انتوا عايزين قد ايه يعني، وهشوحه بس مش عايزه لونه يعني يغير. وطبعا مجهزه جنبي ربع كوبايه من الخل علشان انزله عليه. شايفين الثوم عندي بدأ يبقى ذهبي، فاكون جاهزه جنبه على طول بالخل علشان اطفيه، يعني ما يبقاش لونه محمر قوي ويبقى طعمه مر في الفته. بس اللون بقى جولدن، هنزل كده بقى بالخل، وهشيل شويه عشان احطهم على الشوربه، والباقي هحط بقى الطماطم. هنزل بقى عليهم بعصير طماطم كده. نزلت بعد ما شلت نص الثوم والخل بعصير طماطم، وعليهم معلقه صلصه، وهحط بقى ملح وفلفل ورشه بسيطه من السكر، واسيب ده بقى يتسبك خالص. بس هبدأ هنا كمان احمر اللحمه، وكده بقى نبدأ نعمل طبق الفتة مع بعض. هبدأ بقى هنا، ده شوربة كده مغلية وحطيت فيها الثوم والخل اللي انا كنت شايلاهم على جنب. هبدأ بقى احط كده الرقاق، يعني مش عايزة اكسره صغير قوي. طبعا انا مش هعمل كمية كبيرة دلوقتي، بس هسقيها بقى بشوية كده من الشوربة والثوم ده، بس مش عايزة ثوم كتير قوي يكون تحت، يعني عايزة الشوربة بس فيها خل وثوم بس، عشان مش عايزاه يبقى طري قوي، لان هحط عليه رز سخن برضو فهيطريه شويه. الرز ده انا عاملاه حاطه له نص الكميه شوربه ونص الكميه ميه.
بس بعد ما حطيت الرز هدي برضو يعني كبشة صغيرة خالص من الشوربة والخل والثوم كده، بصوا بيدوا طعم فظيع. نجيب بقى الصلصة اللي احنا عملناها واللحمة كمان حمرتها. بس هبدأ بقى احط الصلصة داير ما يدور كده طبق الفتة، وطبعا بنقدم بقى في طبق تاني جانبي للي يحب يزود. بس هنا اللحمة بس مجرد ان انا محمراها، طبعا هي عندي اتهرت شوية من السوا، فمعلش بقى احط كده قطع اللحمة دي موزة قلتلكم، فعشان كده فيها شوية دهون. بس كده، ده كان اول يوم العيد. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.